كان حلم حياتها تطلع ممثلة وعاشت 12 سنة في ليبيا ومعاها دبلوم تجارة، وبعد ما كانت مش لاقية تاكل بقت بتعمل ملايين من التيك توك، وعندها 5 اخوات ولاد اكبر منها. اتخطبت لواحد اصغر منها ب10 سنين وعلى طول بتطلع ترند واخواتها اتبروا منها. يا ترى مين التيك توكر جومانا نيستون؟ كل اللي عايز تعرفه اكتر هتلاقيه في الفيديو ده، خليك معايا. كل يوم والتاني بنسمع حكاية جديدة عن تيك توكر جديد، وفي الفيديو ده هنحكي لكم عن التيك توكر جومانا نيستون. جومانا كانت بتحلم تبقى ممثلة، بس أهلها ما كانوش راضيين لأنهم من منطقة أرياف وملهمش في الكلام ده، فبدأت تعمل فيديوهات ليها وهي بتمثل ونزلتها على قناتها على اليوتيوب، بس ما كانش حد بيشوفها خالص ولا كأنها نزلتهم أصلا، لحد ما بالصدفة اتعرفت على تيك توكر كده مغمور اسمه هشام بلاطة، وعملت معاه فيديو على اليوتيوب وهي بتقول فيه ايه ده يا نيستون، بس كانت بتنطق الكلمة غلط وبتعمل إيحاءات مش كويسة، وده اللي طلعها ترند والفيديو عمل 40 مليون مشاهدة. هي طبعا ما صدقت انها اتشافت وعملت فيديوهات كتير وبقت تكرر فيهم نفس الجملة في حاجات مختلفة، وفيديوهاتها كلها بقت بتعمل ملايين المشاهدات بعد ما كانت محدش بيشوفها خالص. جومانا من أسرة فقيرة من البدرشين وعاشت 12 سنة في ليبيا مع أبوها، وبعدين رجعت مصر وخدت دبلوم تجارة واسمها الحقيقي إيمان شعبان، وما بتحبش اسمها خالص وكان نفسها يبقى اسمها جومانا، وليها 5 اخوات رجالة أكبر منها. وبعد ما فيديوهاتها كسرت الدنيا على اليوتيوب دخلت على تيك توك وابليكيشن تاني اسمه كواي عشان تعمل عليهم فيديوهات برضه، وقالت إنها بتكسب منهم فلوس كويسة، وقالت إنها مش عايزة تشتغل أي شغل تاني وإن الفلوس رقم واحد في حياتها، وإنها مكتفية بالفلوس اللي بتعملها من الفيديوهات المبتذلة بتاعتها، وكانت دايما تطلع بلبس مكشوف وطول الفيديو بتعمل إيحاءات وحركات مش حلوة وبتقول ألفاظ الرجالة بتتكسف منها، واتشهرت على التيك توك وكواي باسم نيستون. جومانا فضلت مستمرة في الفيديوهات والإيحاءات لحد ما اخواتها بقوا بيتعايروا بيها في المنطقة، وده لأن المتابعين بتوعها زادوا لحد ما وصلوا ل 170 ألف مشترك على اليوتيوب، وفيديوهاتها بقت مسمعة في كل حتة بسبب لبسها المكشوف وجرأتها في الفيديوهات، لحد ما طلعت جومانا وقالت إن اخواتها قطعوها وابوها وامها منفصلين ومحدش ليه حكم عليها، وانها مش صغيره والكل عارفها انها ب100 راجل. وسابت جومانا المنطقه كلها وبقت عايشه شويه في الاسكندريه وشويه في اكتوبر ومحدش يعرف لها مكان، وبتصرف على نفسها، وكان نفسها تفتح كافيه، بس جومانا اعترفت انها لما كانت بتعمل فيديوهات مؤدبه في الاول محدش كان بيشوفها وما اتعرفتش وما طلعتش ترند غير لما بقت تلبس مكشوف وتقول الفاظ وتعمل فيديوهات جريئه ومبتذله، وقالت اللي مش عاجبه ما يتفرجش. وفجأة نزل على السوشيال ميديا فيديوهات لجومانا لابسة فيها فستان أحمر قصير ومعاها واحد لابس بدلة، وقالت إن دي كانت قراية فاتحة عائلية والولد ده كان أصغر منها ب10 سنين. الفيديوهات اللي انتشرت لجومانا عرضتها لهجوم كبير، وقالت إن الصور دي اتصورت لها وهي مش واخدة بالها واتسربت على السوشيال ميديا، بس بعد الموضوع ده ب3 أيام سابت خطيبها عشان شكت فيه، وقالت مش يمكن يكون خاطبني عشان يطلع ترند مش أكتر. بس فيديوهاتها بالفستان الأحمر ودتها في داهية لحد ما في مستشارة اسمها نهى الجندي قدمت ضدها بلاغ، وقالت إنها أول ما شافت فيديوهاتها بالإيحاءات المثيرة دي قررت إنها تقدم بلاغ ضدها. بس يا ترى أنت مع إن أي حد محتاج فلوس يعمل كده ولا لأ؟